هو في مثل معروف بيقول اعمل خير وارميه في البحر. بس انا مش جاي اكلمكم خالص عن الخير، انا جاي اكلمكم عن البحر. قعدت افكر ليه يعني مش ارميه في السماء، مش في الصحراء، في حاجه تانية. قلت طب لما اشوف ايه حكايه البحر ده وامشي وراه، لقيت له اكتر من حكايه. اول حاجه البحر ده في قصه سيدنا موسى، هو اللي ربنا اوحى لامه وقال لها اذا خفتي عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني ان رده اليك. بعد شويه لقيت عند الهنود وبالذات في العقيده الهندوسيه لما حد بيموت بياخدوا الجثه بتاعته يحرقوها ويرموا الرماد بتاعها في البحر. وبعد كده ليه بنعمله كده؟ عشان في معتقداتهم ان هو كده ولا بيتعذب في القبر ولا هو كده بيحس بالوحده، وكمان بيفضل موجود حواليهم عشان البحر في كل مكان. تالت حاجه لقيتها كانت في قصه نيكولاس بارك، وده كاتب امريكي، وفي كتاب بتاعه مسج ان باتل. البطل كان عايز يبعت رساله لحبيبته اللي هو ما يعرفش هي فين اصلا، فكتب الرساله وحطها في ازازه وحدفها في البحر، وكان متاكد ان هي بكده هتوصل في يوم من الايام ليها بصح. قعدت افكر ايه اللي بيربط دول كلهم ببعض، لقيت ان هو البحر. ولقيت البحر ده هو نفس بحر الحياه اللي احنا عايشين فيها. يا اما بنبقى جواه بنعوم وبنواجه اي موجه، يا اما بنبقى قاعدين على الشط خايفين نغرق وبنتفرج وبس اي موجه بتخبط فينا بتودينا في اي حته، او مد جزر وبيسحبنا في المكان اللي هو عايزه. ما تخافش، خليك عويم وسبيح بجد. ما تخافش لو انت متعلق بحاجه او بتحبها وشايف ان انت اوفر اتاتش او متعلق بيها زياده، ان انت ترميها في بحر الحياه، ولو نصيبك هترجع لك زي ما سيدنا موسى رجع لامه. لو عندك حلم حقيقي ونفسك تحققه، احلم الحلم ده وابتدي واسعى فيه. احرق رماد الخوف وابتدي في حلمك واسعى واشتغل عليه. لو انت عندك رساله ونفسك توصلها، افتكر ان انت الازازه الوحيده اللي جواها الرساله دي، وهتعرف توصلها للناس اللي تستحقها. ففي حياتك خليك عارف ان انت مش محتاج معجزه ولا سحر. جمد قلبك، حقق حلمك، اخلص سعيك، واعمل خير وارميه في البحر.